ولكن الأمر وصله في وسط الطريق بعد أن وصلت جيوش الشام التي عليها 3 من القادة: عمر ابن سعد ابن أبي وقاص وحسين والشمر بن الجوشن. وقد أوصوا لما خرج هذا الجيش وخرجوا هؤلاء القادة أن يرفقوا بالحسين، يعني هم لم يريدوا قتالا وأرادوا الأمور أن تكون سلمية، كانوا يعرفون ما تؤول إليه الأمور. فقيادة الشام لم توصي بقتل الحسين أصلا، يعني حتى يزيد لم يوصي بقتل الحسين لأنه كان يعرف ما تؤول إليه الأمور. وقال لهم لما الآن اعترض الإمام الحسين في وسط الطريق بعد لا يستطيع الوصول إلى العراق ولا الرجوع إلى مكة، فخيرهم ب3 أمور: أنه يا أما يعني يريد أن يذهبوا إلى يزيد فيقابله مباشرة، أو أن يرجع إلى أهله، أو أن يذهب بأهله إلى ثغر من ثغور المسلمين. هذه 3 خيارات قد وضعها الإمام الحسين سلام الله عليه: يا أما يقابل يزيد، يا أما يرجع إلى مكة، أو يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين. علما أنه في هذه السنة، في سنة 61، أن الأمة في أوج الفتوحات الإسلامية، ولذلك الأحداث الداخلية هي عطلت شيء ما من الفتوحات، ولكن الفتوحات الإسلامية في أوجها وفي أعظمها جيوش المسلمين تقاتل في بلاد الأرض جميعا، حيث تناطح السحاب جيوش الإسلام، والناس تدخل في دين الله زرافات ووحدانا، وأفواجا تدخل في دين الله منبهرين متعجبين من رحمة الإسلام ومن عدالة هذا الدين. قالوا: والله لا نعطيك هذه ال3 حتى تنزل على حكم عبيد الله بن زياد، لأنه هو الوالي. إذن لا علاقة له الآن، لا علاقة بالشام بهذا الأمر، لا ننزلك إلا على حكم عبيد الله بن زياد. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الأخوة مشاركة المقطع ليصل للشيخ عداي الغريري. لعلك لم تطلع على التاريخ شيخنا الجليل. أولا، يزيد ابن معاوية عندما وصل إليه رأس الحسين ماذا قال؟ قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من قول الأسل، لاستهلوا وهلوا فرحا وقالوا يا يزيد لا تشل، لعبت في الملك هاشم فلا أمر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إلا أن أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. إذن هذا دليل على أن يزيد ابن معاوية هو من أراد قتل الحسين صلوات الله عليه. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، تقول بأن الحسين صلوات الله عليه خيرهم بين أمور 3 لا صح لها، وهذا ادعائك وأنت تزعم ما تقول، لأن الحسين صلوات الله عليه في بداية انطلاقه من المدينة ماذا قال؟ قال: ركز الدعي ابن الدعي بين 2، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، ليأبى الله لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت. إذن الإمام الحسين صلوات الله عليه يعلم سوف ماذا يغتاله يزيد ابن معاوية. وأزيدك من الشعر بيت، فإن يزيد ابن معاوية لعنه الله ماذا جعل 40 من الذين ماذا يكونون أعوان له لاغتيال الإمام الحسين صلوات الله عليه. ولكن الإمام الحسين احتراما للبيت النبوي واحتراما لمكة المكرمة ترك مكة وجاء إلى العراق. ثم بعد ذلك تقول أنت بأن الفتوحات في أوج أمرها في زمن يزيد ابن معاوية. أي فتوحات هذه؟ العزاء الذي أقامه يزيد ابن معاوية على ماذا؟
أبي قبيس القرد الذي مات قرد يزيد بن معاوية، أو ماذا؟ أو بأنه محاصرة مدينة رسول الله في واقعة الحرة وسبيت 1000 فتاة، أم هدم الكعبة بالمنجنيق وهي بيت الله الحرام. أبرهة الذي أراد أن يهدم الكعبة أرسل الله عليه الطيور الأبابيل، ويزيد بن معاوية هدمها وحرقها. ثم بعد ذلك سماحة الشيخ بأنه يزيد بن معاوية عندما أراد أن يقتل ماذا؟ الإمام الحسين أصر على قتله، والدليل على ذلك لأن آل محمد نقلوا سبايا من كربلاء إلى الشام. إذا كان عبيد الله بن زياد هو الذي يريد، لماذا أرسل بالرؤوس إلى يزيد بن معاوية؟ بعد ذلك لماذا شمت يزيد بن معاوية في زين العابدين صلوات الله عليه عندما دخل إليه قال من هذا؟ استغرب لأنه بقى ماذا؟ نفرا واحدا من آل محمد. من هذا؟ قال علي بن الحسين. قال ألم يقتل الله عليا؟ إذن ماذا؟ إذن هو مصر على قتل آل محمد. فإذا يحتاج تقرأ التاريخ بدون ماذا؟ ضغوط نفسية، وبدون دوافع سياسية، وبدون ماذا؟ تسيير الحكم السياسي على ماذا؟ على التاريخ الإسلامي سماحة الشيخ. وأنا مستعد من هذا المنبر الشريف أن أواجهك بأدلة من أبناء العامة كما نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكر ابن قتيبة كذلك، وذكر المسعودي وغيرهم من أبناء العامة ذكروا أحداث كربلاء. ليس هكذا يا شيخنا، ما هكذا الظن بك بأنه تقول الذين قتلوا الحسين الذين أخرجوه، تقصد أهل العراق. لا شيخنا، لا يحتاج لك قراءة للتاريخ. أنا أعتذر من هذا الفهم الذي تطرحه، وأعتذر لمن شاهدك وجلس تحت منبرك. يحتاج لك اترك العداء لأهل البيت، واترك العاطفية، وارجع إلى النصوص التاريخية المتفق عليها. وسوف من قتل الإمام الحسين صلوات الله عليه يزيد ابن معاوية لعنه الله، والشاهد من الأبيات الشعرية وكثير الشواهد، ولكن لا يسع المقام لذكر